بسم الله الرحمن الرحيم. أبرز الصفات الرسالية في القيادة من خلال استخلاصها من شخصية الإمام الحسن عليه السلام. في البدء لا بد من التعرف على هذه الشخصية العظيمة التي استحقت أن تتبوأ القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أمير المؤمنين عليه السلام بصورة مباشرة. شخصية الإمام الحسن عليه السلام تم إعدادها إعدادا تاما إلهيا ومن خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. لذلك كانت هذه الشخصية متميزة في الإيمان ومتميزة في القيادة الدينية والسياسية والفكرية ومتميزة في الكرم وحسن الخلق. الإعداد القرآني نشهده بالاهتمام به وبأخيه الإمام الحسين عليه السلام ومعهما أبيهما وأمهما وجدهما. فقد قال تعالى في سورة أو في آية المباهلة عندما جاء نصارى نجران لتحدي رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاهم إلى المباهلة، قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لكن النصارى تراجعوا حين رأوا نور رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لموسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارا ولاستأصل الله تعالى نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر ولما حول الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا. هذا الإعداد الإلهي للحسن والحسين يدل على أنهما سيتحملان مسؤوليات ضخمة في الأيام القادمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أمير المؤمنين. وتعزز آية التطهير المكان التي تحدثت عنها آية المباهلة، وإن لم يكونا الوحيدتين اللتين تحدثتا عن فضل أهل البيت عليهم السلام. فقد أخرج الطبراني في الدر المنثور عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليه السلام: ائتيني بزوجك وابنيه، فجاءت بهم فألقى رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم كساء فدكيا ثم وضع يده عليهم وقال: اللهم هؤلاء أهل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. فنزل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.